طب قولولي انا ليه اجيب الواحدة ب10 جنيه طالما انا ممكن ب20 جنيه اعمل 25 واحدة من الميني بيتزا، عشان خاطر في طبق صغير ومعاه كيس كاتشب الواحدة ب10 جنيه. طب احنا داخلين على المدارس ومحتاجين بقى حاجات موفرة كده وتساعدنا في المدرسة وما تبقاش مكلفة علينا، فتعالي نعمل بكيلو دقيق وخميرة هنعمل احلى ميني بيتزا في البيت بطريقة سهلة وجميلة. هحتاج معايا كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، وهحتاج معلقة كبيرة من الزبدة هتخلي معايا العجينة كده طرية وحلوة، وتلت كوباية من الزيت. بس كده مش هنحتاج حاجة تاني، وكمان رشة ملح خفيفة. دي عجينة البيتزا. حطيت اول حاجة كوباية المية دافية وحطيت عليها معلقتين الخميرة ومعلقة السكر وقلبتهم مع بعض كويس، وحطيت الزيت وقلبت كل المكونات مع بعض كده ونزلت عليهم بالدقيق ورشة الملح. بس كده وهقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة الزبدة وهشغل عليهم العجان كده يتقلبوا مع بعض، وبعد كده هضيف المية بالتدريج عشان خاطر العجينة تتلم معايا كده وتبقى حلوة. هعجن بس الاول الدقيق كده مع الزبدة والزيت مع كوباية المية وتقلبتين كده 3، وحطيت بقى نزلت بالمية لغاية لما العجينة اتلمت. خد حوالي معايا المية كله كوبايتين من المية. بس كده العجينة كده اتلمت معايا وبقت حلوة وطرية كده وجميلة. هسيبها بقى تخمر، وبعد ما تخمر نشتغل بيها. وادي العجينة بعد نص ساعة، عشان طبعا احنا في الصيف فاتخمرت معايا بسرعة. يلا بينا بقى نشكل العجينة بتاعتنا، وبعد كده نشوف اي حشوة بقى عندنا متوفرة هنحشي بيها البيتزا حسب بقى ما انت عايزة. لانشون، جبن، بسطرمة، لحمة مفرومة، خضار، اي بقى حاجة انت عايزاها اعمليها على وش البيتزا كده. هشكل بقى العجينة كده قطع كده صغيرة او كور صغيرة وهبططها. هتعمل كمية حلوة معايا. بكيلو دقيق هنعمل 25 ميني بيتزا. هبطط بقى كده العجينة، و بعد كده هجيبها بقى هحط عليها الاول صلصة البيتزا. بعد ما اخلص العجينة كلها هجيب بقى صلصة البيتزا وادهن بيها وش البيتزا، واخلص بقى الكمية كلها. وبعد كده جبت بقى شوية من الجبنة الموتزاريلا وهحطها كده على وش البيتزا، واخلص برضو الكمية كلها. وبعد كده اي بقى خضار عندك او طماطم وفلفل وزيتون، يعني حاجات كده بسيطة اللي موجود عندك حطيها كده على وش البيتزا. حطيت طماطم وفلفل وكمان زيتون. بس كده ممكن نعمل كمية ونحطها في الفريزر بعد ما تبرد خالص، ونطلعها قبل ما نحطها كده في اللانش بوكس بنص ساعة او ساعة الا ربع تكون فكت خالص وتبقى معايا كأنك لسه جايباها طازة. بجد حلوة وموفرة وكمان سهلة مش تاخد معاكي وقت. عملنا بقى كمية حلوة ودخلناها الفرن، قعدت حوالي 10 دقايق كده ربع ساعة وطلعناها. وادي كان البيتزا معانا خلصت بسرعة. عملنا 25 واحدة من البيتزا بكيلو دي واحد. هتعملي كمية حلوة وهتوفري في المدرسة، وكمان الأولاد كلهم بيحبوها، ف هتبقى معاكي موفرة كده وحلوة. وبرضه هنعمل أفكار تانية حلوة كده وسهلة لللانش بوكس ناخدها معانا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير والاشتراك في القناة، وكنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.